السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى ودوت سادس فيديو للعبة سبيشال كيس اللي أنا شغال عليها. النهاردة يوم 7/4 أو التاريخ اللي أنا سجلت في الفيديو يوم 7/4/2023. في الفيديو ده أنا ضفت كذا حاجة، أولهم الوول راننج خليته بيقدر يحاول يمين أو شمال أو يتزحلق لتحت لو أنا مش دايس أي حاجة. وكمان ضفت الأنيميشن بتاعة الوول راننج، إن الشخصية لما تحاول يمين أو شمال أو تتزحلق لتحت انيميشنز مختلفة وتقدر تشتغل. وكمان لو انت بتمشي على الحيط تقدر تدوس سبيس فتاخد زي نطة لفوق عشان تنط، يعني مسافة لفوق وانت بتعمل وول راننج، مش محتاج انك تشيل الوول راننج عشان تقدر تنط. وكمان بيقدر يمشي على الحيطان اللي هي الايه اللي مش مستوية الدائرية. وعلى كمان ضفتها حاجة اسمها فاير بول، كورة كده بتخرج من ايدك، بتعمل زي انفجار بسيط حواليها، بتزق الكيوبس او اي اوبجكت ليه ريجيد بادي، بياخد كأنه ايه خد تأثير قنبلة اتحدفت تحتيه. بصوا، فتلاقي ايه الحاجة اتزقت. طبعا هي لسه برضو الفايربول فيها مشاكل، ان الفورس بتعتمد على البوزيشن بتاع الكورة، فتلاقي لو الاوبجكت اقصر من الكورة بياخد الفورس لتحت، فمش احسن حاجة، بس اهي موجودة. هنتكلم بقى عن السيستم بتاع الوول راننج، هو شغال ازاي اصلا. حلو. والانيميشن برضو بتاعه شغال ازاي. سيستم وول راننج القديم كان شغال بان انت لما السفيرز الخمسة اللي قدامك دول يعملوا ديتكت ان في حيطة قدامك، حلو، وتدوس شيفت وانت ماشي، اللاعب اوتوماتيك بياخد فورس لفوق في الدايركشن بتاع الواي، فتلاقيه بيطير لفوق. حلو. ده في السيستم القديم. في السيستم الجديد بيحصل حاجة شبه كده في الأول، إن أنت بتكت هل في حيطة ولا لأ، واللاعب دايس شيفت وبيمشي ولا لأ، وبناء على كده بيديتكت النورمال بتاع الحيطة. النورمال بتاع الحيطة دوت اللي هو زي سهم كده خارج من السطح بتاع الحيطة ناحيتك، وبناء على النورمال دوت بيألاين اللاعب، فيخليه كأنه باصص ناحية الحيطة. فلو الحيطة دائرية أو مربعة أو واخدة أي شكل، فتلاقي اللاعب كأنه باصص في الدايركشن بتاع الحيطة ديت، بغض النظر عن ايه، عن شكل السطح بتاعها، فما تحسش ان اللاعب طالع لفوق وخلاص. ديت اول حاجة بالنسبة للدايركشن اللاعب باصص فيه. بعد كده لما اللاعب بيدوس على في الانبوت، يعني يمين شمال كده، بتلاقي الدايركشن بتاع الفورس اللي اللاعب بياخدها وبيعمل وول راننج، بدل ما هي لفوق تبقى لفوق ويمين، فوق وشمال. لو انا دايس يمين بس مثلا فهياخد الفورس يمين بس. بس طبعا لما بدوس يمين بس في فورس بتاعت الجرافيتي بتنزلني، فتحسسك ان في ايه، كأن اللاعب بيتزحلق لتحت وهو رايح يمين. وديت انا قصدها، يعني انا اقدر افصلها عادي، بس انا ايه حاسسها واقعية اكتر، وبتدي ستايل احسن للعبة، ما تحسهاش زي ايه معظم الالعاب اللي ما بيتأثرش بالجرافيتي. لا، اللعبة ديت يعني فعلا الجرافيتي بيأثر فيها في كذا حاجة، في المشي وفي النطة والحيطان وهكذا. طب لو انت بتطلع على الحيطة، حلو، ودايس في نص الحيطة مثلا ودايس شيفت بس، مش دايس اي انبوت معاها، لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا اي حاجة، اللاعب هيبتدي يتزحلق على الحيطة لتحت، هيمسك في الحيطة بايديه الاتنين ويسند عليها رجليه الاتنين برضو، وتلاقيه بيتزحلق لتحت برضو في نفس الدايركشن بتاع الحيطة. بس مش بيتزحلق بنفس السرعة بتاعة الجرافيتي، يعني ما بتحسوش بيقع، لا هو حرفيا متشبث في الحيطة، فسرعة وقوعه لتحت أو نزوله لتحت أقل من سرعة الوقوع العادية من غير ما يبقى ماسك في أي حاجة. حلو دوت بالنسبة للوول راننج. الأنيميشن بقى بتاعة الوول راننج شغالة ازاي؟ عامل بلند تري عبارة عن فيكتور 2 أصلا، حاطط فيها 4 أنيميشنز بتاعت إن هو يجري لفوق ويمين وشمال ولتحت. فبناء على الانبوت اللي اللاعب بياخده ببتدي اغير الانيميشن بتاعة اللاعب بناء على البلند 3 ديت، يعني لو هو دايس يمين او شمال فالفيكتور 2 الدايركشن بتاعها بيروح يمين او شمال. لو الانبوت بتاع ان انا دايس لفوق او مش دايس خالص او دايس لتحت، بتلاقي الانبوت برضو بتاع الواي بتاع الفيكتور 2 ابتدى ياخد نفس الانبوت بتاع اللي انا بدوس عليه يعني. وبالنسبة للفاير بول ما فيهاش شغل كتير، هي بس سفير عادي، ما بتستعملش الجرافيتي وبتاخد فورس لقدام. واول هي تريجر اول ما بتخبط في اي اوبجكت
حلو، بتشغل الإفكت بتاع الإكسبلوجن فورس. فأي أي اوبجكتس حواليها بتستعمل ليها ريجيد بادي، يعني ليها كوليجن ريجيد بادي، بتاخد الفورس ديت فتحسسها كأنها قنبلة أول ما بتخبط، بس طبعا لسه من غير ايه افكتس أو حاجة. وعامل لها رينج كده صغير حواليها، كان تقريبا 4 متر أو 5 متر حاجة كده. فأي اوبجكت ليه ريجيد بادي في الرينج دوت، بغض النظر عن اللاعب بتاعي، فالاوبجكت دوت بياخد فورس بتاعت الاكسبلوجن. حلو. ده برضو عشان تشوف شكل الوول راننج سيستم كان شغال ازاي، لان ايه انا تعبت فيه جامد، بس في الاخر يعني طلع كويس، طلع احسن من اللي انا كنت متخيل. حاجة تانية عملتها ان انا عملت ليفل ليفل ديزاين، عشان كأن فيه مرحلة توتوريال مثلا لاعب بيلعبها عشان يشوف بقى الميكانيكس ديت وهي شغالة فعلا. ففي اول حاجه في المرحله زي ما انتم شايفين كده، اللاعب بنشوف هل هيعرف ينط من حواجز صغيره ولا لا، هل هيقدر يطلع فوق حيطه عاديه سهله قدامه ولا لا، بعد كده الحيطه فيها فتحه صغيره هل هيعرف يوصل للفتحه دي، بعد كده في بقى ايه فتحه بس في حيطه على الجنب هل هيعرف يمشي على الجنب ولا لا. طبعا كل ده هيبقى مساعد بيو اي جنبيك، بيقولك تعمل ايه والاكشنز اللي انت تدوسها عشان تتعلم تمشي على الحيطه وكده. فالمفروض الأول مرة يلعب اللعبة مثلا لما يعرف يعدي الحواجز ديت، هيبقى عنده فكرة بسيطة عن أو فكرة أساسية يعني بيزك عن الجيم بلاي. فلما يعرف يعدي دول، فهيقدر ايه يتعامل مع اللعبة بسهولة، أحسن من إن أنا أرميه في ماب على طول، وأقول له ايه خد اتعامل وشوف ايه الأكشنز اللي عندك. حلو. فديت شوية حواجز بسيطة بتفهمك الايه الجيم بلاي ميكانيكس، اليوزر أو اللاعب بيقدر ايه يستعملها. وحاجة تانية برضو خليتها موجودة في الليفل، ان انت مثلا في الاخر خالص بعد ما توصل لاخر حتة، انت تقدر تخرج بره الحواجز اللي انا حاططها لك زي ما انا بعمل دلوقتي كده، فتطلع بره الايه المربع بتاعك، وتشوف حاجات اكتر من اللي كان المفروض تشوفها. فدوت يدي بعد تاني للليفل، اللي انت ممكن تعمل حاجة اساسية اللي هي اللي تحت، وحتة انت تكتشفها. حلو. او اللاعب يعني يكتشفها، فيحس ان هو عمل انجاز في بروجرس بيحصل، ان هو ماشي صح، ان الليفل مش بس اللي انت شايفه، لا انت ممكن تكسر حواجز اللي انت شايفه وتعمل حاجات اكتر. فهو ده اللي انا عملته، الوول راننج والفاير بول. طبعا الوول راننج خد مني وقت جامد لان كان فيه مشاكل كتير، بس الحمد لله يعني طلع كويس. ودوت فيديو النهاردة، ولو عندكم اي افكار جديدة حابين فيديوهات تانية من ديت، ياريت تقولوا في الكومنتات تحت. سلام. وبس دوت فيديو النهاردة، ولو عجبكم المحتوى اعملوا لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي افكار جديدة حابب ان احنا نعملها ياريت تكتبها في الكومنتات تحت وان شاء الله هنعملها. سلام.